ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده نعمل وصفه جميله وخفيفه، مش هنهدر فيها حاجه. كتير مننا بيبوظ منه الكيك، كتير مننا بيبوظ منه الاسبونج، يروح ماسكه يروح رميه ويزعل ويتضايق. لا، مش هنهدر البيض واللبن والدقيق اللي احنا حطيناه، هنتصرف فيه باللي موجود عندنا في البيت. موجود عندك بقى صوص شوكليت، موجود عندك كريمه، موجود عندك اي حاجه، ثمرتين فاكهه، اي حاجه هنتصرف فيهم وهنعملهم بيهم، وهيطلعوا احسن حاجه في الدنيا. وهيطلب منك الطبق ده على طول. ده طبق كده قنبلة، يعني تحفة، قنبلة كده في السعادة والسرور، يرجعلك السعادة تاني. طبعا بعد ما انت زعلتي على الاسبونج اللي باظ او الكيكة اللي باظت، لا ما تزعليش، بعد كده ليها تصريفة جميلة جميلة جميلة، نعمل بيه احلى طبق قنبلة. تعالوا بقى كده نقطع ايه الاسبونج بتاعي اللي باظ. الحمد لله، نقطعه كده ايه قطع صغيرة، يعني مكعبات كده صغيرة لطيفة. زي ما انتوا شايفين كده عمل كمية محترمة. ده كان عبارة عن كوباية دقيق وعليه 4 بيضات. الاسبونج اللي باظ دوت هو سبب بوظانه ان انا ظبطت الميكرويف غلط، فبالتالي ايه باظ. هو مش الميكرويف، الفرن الكهربائي ظبطته غلط، فبالتالي معايا ايه باظ. فالحمد لله. هنا بقى ايه هقشر الكيوي، وبعد كده ايه هروح اغسله. هروح بقى اغسله لان بيبقى فيه كده اللي هو الشعر بتاع الكيوي ده بيطلع في الايدين يعني وانتي بتقشري. نيجي بقى عند التفاح هنا ننضفه كده كويس، ونقطعه برضو ايه نفس تقطيعة الاسبونج. مش شرط التقطيعة اللي تحبيها، كله متاح. باي فاكهة عندك، باي صوصات عندك، هتلاقي نفسك عملتي احلى طبق يعني. بجد بجد هيحبوه جدا، وانتي كمان هتحبيه جدا معاهم. وهتلاقي نفسك كده فرحانة بجد انك عملتي حاجة جديدة ليهم، وما رميتيش الكيك اللي باظ او الاسبونج اللي باظ، وعملتي بيه حاجة جديدة خالص. ده كان كريم جانتيه عندي باقي من كان اوردر عندي، كنت شغاله فيه اوردر للتورته اللي نزلت اللي هي بتاعت عيد الجواز. فالكريمه اللي فاضت ما رميتهاش طبعا، ديني عملت بيها اهوت القنبله اللي هنعملها دي، قنبله السعاده والبهجه والسرور. طبعا لازم تبقى قنبله السعاده والبهجه والسرور، مش هنرمي حاجه. نجيب كده التفاحتين بقى، احنا قطعناهم كويس قوي، نوزعهم على الاطباق اللي عندي. انا عندي صوص فراولة، وعملت كمان شربات. حطيت الكيوي في كوباية مية وعليهم حبة سكر كده محترمين، وحطيتهم على النار لحد ما غليوا مع بعض. وبعد ما غلي جيت ايه هدي شوية من النار بتاعته، السخونية اللي بتبقى فيه يعني، وقعدت اسقي بيه بقى ايه الاسبونج والتفاح. يعني سقينا الاسبونج والتفاح. وانا عملت الاول طبق من الكريم جانتيه الاول من تحت، وبعد كده حطيت فوق الاسبونج، وبعد كده فوق الاسبونج التفاح، وبعد كده ايه جبت صوص الفراولة وحطيت كده حبة محترمين على الوش. اي صوص عندك بتحبيه، اي حاجة عندك بتفضليها. الاولاد لو بيحبوا الشوكولات قوي غرقها لهم شوكليت طبعا، مادام هما بيحبوا الشوكليت. احنا عاملين حاجة نفرحهم، واحنا كمان نفرح ان احنا ما هدرناش اي حاجة ورمينا اي حاجة في الايام الغالية ديت. تمام. كده احنا بقى هنزين القنبله بتاعتنا، او الطبق القنبله الجميل دوت بالكريم جانتيه. ومسكت الكيوي اللي انا سلقته في الميه بالسكر، يعتبر عملته زي الكمبوت كده. فبنجيبه فاكهه بتبقى في ميه بسكر كده، وطعمها جميل قوي. وكمان لما احنا بنسلق ثمره فاكهه مع الشربات اللي هنسقي بيه الاسبونج، او مثلا طبق زي كده، بيديله طعم ونكهه لطيفه قوي. طبق ده حاجة جميلة قوي، وبجد بجد مش هتحضري كيك تاني او سبونج تاني. يعني من النهاردة كده، اي كيك اي سبونج يبوظ منك، اعتمدي الطبق ده كده معاكي على طول. على طول نخش نعمل طبق خرافي زي دوت. وحطينا بقى صوص كراميل، وحطينا صوص فراولة. اي صوص عندك تحبي وتفضليه حطيه، بجد الطبق ده خرافي. انا حبيت بقى احط كريز وكيوي، وحبيت كمان ان انا اجيب له يعني واحدتين كده من البسكوت اللي هو بيبقى فيه زي شكل الحلزوني دوت، هحطهم له هيجمل منه. زي ما انتوا شايفين كده، تحس الطبق بقى شكله لطيف قوي وظريف. يعني حاولي على قد ما تقدري بأبسط حاجة زيني لهم الطبق، برضو حللهم من شكل الطبق، والله بجد هيعجبهم جدا. الوصفة دي تحفة وجميلة، وانا معتمداها، وحاجة لطيفة جدا. واتمنى منكم ما تنسونيش في اللايك والشير والكومنتات. يا جماعة فين اللايك؟ تمام تمام، يا رب تكون الوصفة عجبتكم وكان خفيفة على قلبكم. سلام.